يا جماعه انا عايز بس اوريكم حاجه واسال على حاجه في نفس الوقت. دلوقتي الشخص اللي عمل حرف الاكس ده كده تمام، ومن غله بصوا من غل الشرطه اللي جت كده قام شارخ لي الفانوس من هنا. الفانوس ده بقى مع اي غسله هيشبر وبتاع ايا كان يعني. فالشخص اللي غل من عربيه لانوس مكلحه اساسا يعني، فاهمين؟ بصوا بقى عمل ايه تاني، ما سكتش يعني، انا لسه واخد بالي. بصوا بنفس المفتاح تقريبا، دني 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 دي. طب بغض النظر عادي ماشي مش مشكله، بس اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه؟ يعني يا عم ركنت غلط، وعايز اقول لكم الكلام ده في الرحاب، يعني في المفروض مكان سوي نفسيا للدرجه الاولى تمام، مش في حته مثلا عشوائيه ولا ايا كان. ف اللي بيعمل ده كده، وعشان انا شفت الموضوع ده في كذا عربيه من صحابي يعني، ده بيعمل كده ليه؟ بيستفاد ايه؟ او ايا كان. طب انت ما بتبقاش عارف ان الموضوع ده هيترد لك يوما ما؟ مش شرط انت اكيد بالمنظر ده معكش عربيه، فغلان من اي عربيه يعني، اللي يخليك تغل من عربيه لانوس مكلحه، فيعني ما بالك لو شفت عربيه انضف شويه ايه اللي هيحصل ايا كان. فما تعرفش ان هي هتترد لك في اي حاجه، برضو انت عندك زياده عن حد غيرك هتترد لك يوما ما، هتترد لك. فانا مش متضايق من الخربوش والله، انا اصلا قاصد امشي بعربيه مخبطه ومجرحه والكلام ده كله عشان الموقف اللي زي دي ما تضايقنيش، بس انا نفسي اعرف ليه يعني، نفسي اعرف انت دماغك فين وانت بتعمل كده. فانا ما لقيتش اجابه فقلت اسالكم، فانتوا ايه تفسيركم لان واحد يقوم عامل حرف اكس كده ومشخبط على الازاز ده كده؟ ده كله خربشه، ده ما بيروحش، بصوا مفيش تمام، ولدرجه ان هو يقوم شارخ لي الفانوس هنا كده. فانا مش لاقي رد الصراحه، لو عندكم رد يا ريت تجاوبوني.